تشيز كيك السان سبيستين الشهير الاسباني اللي قلب الدنيا الفترة اللي فاتت واخد ترند، وتقريبا مفيش حد من الشيفات ما عملوش. مفيش حد حرفيا في البيوت كلها مجربوش، لانه تشيز كيك سهل وبسيط، مكوناته بسيطة. مش بسيطة للدرجة، بس مكوناته حلوة جدا. وتشيز كيك يا جماعة، فهو يعني من احلى والذ واجمل الوصفات عامة. تعالوا بس نعملها ان شاء الله مع بعض بارخص المكونات. هنستبدل كريم تشيز هنستبدل كمان كريمة الخفق. تعالوا نشوف ازاي مع بعض. عندي جبنة قريش جبتها عادي خالص، ومنزوعة الملح وكاملة الدسم. وبرضو عشان اتأكد ان ملوحتها كلها اختفت، حطيتها في شوية مية وسبتها ليلة كاملة في التلاجة، وصفتها وجهزتها اهو في محضر الطعام. البروسيسور الكبة العادية بتاعتنا، اي نوع. عندك هاند بلندر عايزة تضربيها بالمضرب الكهربائي، تمام جدا. بصوا انا استخدمت محضر الطعام بتاعي العادي خالص، الكبة بتاعتي، وحطيت فيها بصوا القوام، شايفين الجمال؟ بصوا بقيت كريم تشيز مش ب500 جنيه، لا ده والله ب10 جنيه. يعني الاتنين الدوني اللي يعني الاتنين جبنة قريش كانوا ب10 جنيه مش اكتر. وعندي ربع كوب من السكر الباودر، وعايزه ازود عايزه اقلل، انا مفيش مشكله، انا السكر ده بتحكم فيه براحتي. ومعايا بيضتين بدرجه حراره الغرفه، والفانيليا يا ريت تكون نوع كويس، سايله او قويه، علشان تديني نكهه حلوه جدا جدا في التشيز كيك. عندي الزبادي، عندي كوبين من الزبادي عادي، الكوب العادي اللي بنشتريه من السوبر ماركت. وعندي معلقة كبيرة من الكريم شانتيه، ومعلقة وربع من النشا. واخيرا كان عندي كوب من القشطة، انا استخدمته القشطة اللي هي وش اللبن العادية خالص. عايزة استغنى عن المكون ده، استغنى عنه نهائي بتاتا. بس انا بالنسبة لي هي بديلة لكريمة الخفق اللي بشتريها ب15 باوند. لا انا بالنسبة لي القشطة هي بديلة جدا لكريمة الخفق. بصوا بعد ما ضربتها لقيتها لسه قوامها ماسك شوية، لا انا هديها ضربة تاني. بصوا بقت ازاي، مش مكلكعة وجميلة. شايفين القوام؟ هو ده قوام التشيز كيك المظبوط. قالب مقاس 20، وجبت ورق الزبدة كرمشته كده وحطيته بالشكل ده. وهبتدي اقصقص الجوانب، لان هي كيكه اساسا بتتحرق من فوق، بيبقى ليها وش كده، هي اساسا كده تمام قوي، وهي اصلا بتبقى محروقه. دهنتها زبده، وحطيت كل الخليط بتاعي بالشكل ده، وخبطته، وحطيته في الرف الاوسط على درجه حراره 180. بصوا يا جماعه الجمال، اللهم بارك، بتهز ازاي، عمل زي الجيلي كده، تبقى هي كده مظبوطه وتحفه. في ليلة كاملة في التلاجة، ممكن اسيبها من 7 ل8 ساعات. انا سبتها ليلة كاملة في التلاجة بالشكل الجميل ده. بصوا بقت خرافية، هي بتهبط وبيبقى لونها غامق بالشكل ده في الوش. هو يعني هو ده سر نجاحها اصلا. يعني سبحان الله، تشيز كيك غريبة من نوعها شوية. عكس كل اي حاجة ممكن بنعملها او بنصنعها، بس خطيرة وجميلة وتشيزي. بصوا معايا يا جماعة، بصوا يا جماعة، اللهم بارك، تشيزي فوق الوصف. بصوا كريمية ازاي، وما استخدمناش مكونات خزعبلية، ولا استخدمنا كريمة جبنة الكريمي، ولا كريمة الخفق، ولا اي حاجة من الحاجات دي. وبصوا طلعت ناجحة ومرتفعة وجميلة وحلوة ازاي. عايزاكم كلكم تجربوها كمان، تنفع جدا 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 للدايت. بصوا معايا، بصوا قد ايه تشيزي، شايفين قوامها؟ خطيرة احلى من الجاهزة بكتير. نعملها في البيت بكل سهولة، مش هتكلفنا كتير والله. انا الصينية مقاس 20 دي خدت مني 20 جنيه يا جماعة، 20 جنيه، وعملت الجمال ده كله والله متوقفوش. يعني بصوا حاجة في منتهى اللذاذة والجمال والرخص، ما كلفتنيش اصلا. القشطة جايباها من وش اللبن، البيض عند في كل بيت، المكونات بسيطة. جبنة القريش يا جماعة يعني 10 جنيه تجيبي قطعتين حلوين جدا.
بصوا انا حطيت عليها شوكولاته او كريمه الشوكولاته زي ما كانوا بيعملوها يعني في الترند وكده. عايزه تستغني عن خطوه الشوكولاته، تستغني عن السكر، تستبدليه بالعسل. الجبنه القريش ممتازه جدا جدا للدايت، كده انت ماشيه مظبوط. هتستغني طبعا عن القشطه والسكر، تستبدليه بالعسل، ومفيش شوكولاته. يبقى كده احنا اكلنا تشيز كيك رهيب، ينفع جدا جدا للدايت. بصوا هو اساسا للدايت، هتاكلي الصينيه دي كلها لوحدك لا عامله دايت. اه والله، لان هي سعراتها قليله جدا جدا، ضعيفه جدا. لو هنستبدل بعض الاشياء، السكر هنستبدله بالعسل، والقشطه نستغنى عنها خالص. وطبعا مش هناكل بالشوكولاته زي ما بعمل كده، يعني عشان انا لازم اقدمها لاولادي بالشوكولاته. بحبكم قوي 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 قوي. السلام عليكم.